كابتن احمد ابراهيم الشهير بزغلول، حارس مرمى في النادي، وبقالنا 3 سنين الحمد لله ربنا كرمنا وبنصعد من درجه لدرجه، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونبقى في دوري المحترفين. شايف ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله في مجموعه جديده جت علينا ما شاء الله، يعني كابتن وليد منقيه ثانيه خاصه يعني زي ما بيقولوا عشان تساعدنا ان شاء الله، وتبقى دافع للعيبه القديمه برضه ان هي تشد في التمرين عشان الكويس يلعب. شايف المنافسه جامده بين انديه اسكندريه السنه دي؟ اسكندريه مش قوي ان شاء الله، احنا باصين للقاهره، يعني موضوع اسكندريه ده خلاص مفيش حد في اسكندريه يعتبر تاني شادد. السنه اللي فاتت بس كانت في ظروف، بس السنه دي احنا مش باصين لحد، مش هنبص لحد، وان شاء الله ربنا يكرمنا اكتر. كريم ايوب لاعب في نادي الصالح الجهاد. والله احنا بادئين الاعداد والاستعدادات السنه الجايه ان شاء الله، لان السنه الجايه مهمه جدا ومن اهم السنين في تاريخ النادي حتى، لان احنا لينا هدف ان احنا نصعد الدوري المحترفين السنه الجايه، فبنبذل اقصى ما في وسعنا يعني ان احنا نسعى للهدف دوت ونحققه ان شاء الله. والنادي وفر لنا كل اللي احنا محتاجينه، في تدعيمات، في ناس جديده كويسه، اضافات للفرقه معانا ان شاء الله، هيساعدونا ونساعد بعض ان احنا نصعد الدوري المحترفين السنه الجايه ان شاء الله. شايف ان المنافسه جامده السنه دي بين انديه اسكندريه؟ اسكندريه وما فيش حد في اسكندريه غير المنافسه ضعيفه. كابتن ياسر سوكا، شايف الفتره الجايه ان شاء الله ناويين على ايه وايه اللي هيحصل ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله ناويين على الصعود ان شاء الله، يعني بدأنا تمرين واتمرنوا جامد وشادين حيلنا في التمرين، في لعيبه جديده جات لنا ودعمنا صفوفنا السنه دي عشان ان شاء الله نصعد يعني. سمعنا ان في كذا نادي في اسكندريه كلمك وياسر معانا لا انا ان شاء الله في نادي اصحاب الجهاد ومش هسيب نادي اصحاب الجهاد. اخر كلام يعني؟ اخر كلام طبعا، انا ما اروحش اي حته ثانيه في اسكندريه غير في نادي اصحاب الجهاد. شايف المنافسه جامده زي السنه اللي فاتت بين انديه اسكندريه والجهاد لا السنه دي ما فيش منافسه ما بيننا وما بين حد من اسكندريه، المنافسه مع انديه القاهره اكتر ان شاء الله. توعد جمهورك ان شاء الله الصعود؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا كده.